صباح الخير، ويلكم تو ماي channel. اهلا بيكم في فيديو جديد. متحمسه جدا للفلوج ده عشان بقالي كتير قوي ما صورتش. صحيت غسلت بشرتي وروقت اوضتي. بصراحه اوضتي ما كانش فيها حاجات كتير، كنت مرتباها قبلها بيوم، فالموضوع كان سهل. قعدت بقى شويه اقرا قران لاني بقالي فتره بصراحه مقصره، فقعدت اقرا شويه. وانا كنت بوريكم الحاجات اللي جبتها عشان رمضان. جبت الكتاب ده اسمه من الصفر لياسر ممدوح. هو بيتكلم عن بداية الدين والأسئلة الوجودية والحاجات اللي زي دي، وده إن ربي لطيف. ده برضو بيتكلم عن لطف ربنا بينا وحاجات زي كده. أول ما خلصتهم خالص هقول لكم الريفيو عنه كامل، وإن شاء الله هنزل لكم ريل كده أقول لكم إيه أفضل الكتب اللي خلصتها وطلعت تحفة. المنظم ده طبعا كنت جايبه رمضان اللي فات، فبرضو قررت اوريهولكوا. ده حلو قوي بصراحة، بينظم لي صلواتي ومهامي. بستخدمه في الأيام اللي بيكون فيها المهام بتاعتي خفيفة، لأن مش بيكون فيه خانات واسعة شوية أكتب فيها. بعدين بصراحة فطرت، وبعد الفطار كان في اوردر لازم استلمه، فأخدته. دلوقتي تعرفوا هو ايه بعد ما نعمل انبوكسنج. عديت على الهايبر، برضو كان في كذا حاجة عايزة اجيبها. كنت رايحة بصراحة عشان اجيب قهوة، فقعدت شوية اشوف الانواع وكده، وفي الاخر برضو جبت قهوة. بقالي بصراحة فترة طويلة مش بشرب نسكافيه او قهوة، فقلت يعني هدلع نفسي واجيب قهوة. البسكوت ده برضو اللي هو بالتشيز كيك ده كنت شفته، فقلت برضو اجربه. وبس كده عملت شوبينج خفيف جدا بصراحة. اول بقى ما روحت البيت يلا بينا نعمل انبوكسنج، لاني كنت متحمسة جدا. طبعا انا كنت شفت ايه في الكيس، بس احنا لازم نعمل سسبنس بصراحة. الزيت اسمه كثافة. الزيت ده من براند زمرد. انا بصراحة شعري الفترة دي يعني حالته النفسية متدمرة جدا. انا كحبيبة حالتي النفسية وحشة، يعني شعري بيبوظ معايا. المهم ده اسمه كثافة من زمرد. ده فيه 15 نوع زيت. سعره حلو جدا بصراحة. انا لسه معرفش هو حلو ولا لأ، فانا هدخله في الهير روتين بتاعي، وان شاء الله لو عمل نتيجة هقول لكم الريفيو بتاعي كامل بإذن الله. المهم بقى كوفي تايم. طبعا عملنا قهوة. بصوا يا جماعة الفنجان شكله حلو قوي ازاي. عملت فيه قهوة وفنجان صغير، علشان لما بكتر قهوة نبضات قلبي يعني بصوا بتبقى حاجة صعبة جدا. المهم دلوقتي كان بقى عندي وقت المذاكرة. بصوا يا جماعة النهاردة هذاكر عربي. انا من اول رمضان ما ذاكرتش. ايوه ما ذاكرتش، مش مجرد كلمة. كنت بذاكر حاجات بسيطة قوي عشان بيكون عندي امتحانات في الدرس او حاجة زي كده. انا كنت تعبانة وحتى صوتي باين عليه، بس يعني الحمد لله قررت النهاردة أبدأ بداية خفيفة في المذاكرة. هذاكر بس نحو عربي كده، لسه من البداية النحو خالص، لأن أنا بدأت درس متأخر والمستر هو أصلا بدأ معانا متأخر. المهم قلت هذاكر عربي بسمع مستر عمر يقود أو قناة لسان اللغة العربية. الاتنين تحفة جدا، بس أنا بفضل لسان اللغة العربية شوية. بحسه منجز أكتر وبيدي كل حاجة وكل الملحوظات وكل حاجة. بس برضو المستر ده حلو قوي، فسمعته وقعدت كده كتبت وراه الدرس وحليت حاجات بسيطة. بصراحة ما رضيتش اتقل، لان بصراحة لما ببدأ مذاكرة بتقل جدا، او لما خلاص بقى اقرر ان هنتظم او كده وابدأ تقيل خالص، بصراحة مش بنجز حاجات كتير وبرجع تاني انتكس. فقررت اني ابدأ بداية خفيفة، واليوم اللي بعده اتقل مهامي وهكذا. وطبعا الفلوج ده هيكون يومين علشان اوريكم يعني المذاكرة اتحولت من ايه لايه، وانتوا كمان اعملوا كده. وانا يا جماعه فعلا من بدايه رمضان والله ما ذاكرتش كويس خالص، او يعتبر اللي انا كنت بعمله مش مذاكره بصراحه. اخر حاجه قعدت اخطط في الويكلي بلانر بتاعتي الحاجات اللي عايزه اعملها في الاسبوع، لان برضو دي من الحاجات اللي ما خلتنيش انجز، اني ما كنتش بكتب مهام يومي. اخر حاجه رتبت جسمي واتسحرت بس كده. تاني يوم صحيت على الظهر كده، صليت وبعد كده قعدت اقرا قران. اخدت الجزء الاول كده من اليوم ان انا اقرا قران شويه، علشان اخر اليوم بيكون طاقتي خلاص خلصت، وكمان اخر اليوم ورايا حاجات كتير قوي، فقلت في بدايه اليوم كده اقرا شويه. وكمان بصراحه يا جماعه بيهدي اعصابي كده، وبحس ان انا اللي هو فاهمين عندي طاقه. الاوضه بتاعتي بقى النهارده المفروض هنضفها تنظيفه الشهر. الموضوع ده استفدته من تيك توك. بدايه كل شهر بنمسك الأوضة بتاعتنا ننضفها تنظيفة عميقة. ده بيسهل علينا قوي، بنحس نفسنا كل أفكارنا مترتبة والمكان متروق على الشهر، وبتفضل الأوضة مترتبة لأفضل لأطول فترة ممكنة. المهم بقى فرست اللبس. الفقرة دي قعدت فيها زي ساعة ونص، قعدت بقى ما رتبت اللبس وطلعت اللبس اللي محتاج يتغسل وكده. فبصراحة فقرة مزعجة بس كانت لازم تتعمل.
بعدين بقى قعدت كنست الارض. وبحب الفقرة دي بصراحة. المهم كنست الارض كويس وكده. كان باقي شوية على الفطار فقعدتهم وقفلت الأوضة. 2000 years later. بعد الفطار نمت شوية علشان زي ما قلتلكوا ورايا حاجات كتير قوي، فلازم اكون فايقة. بعدين بقى صحيت اخدت شاور، والنهاردة المفروض هعمل حمام زيت، فاخدت شاور عميق كده. وبعد ما خلصت عملت كوباية قهوة، ومؤخرا بقيت بشرب قهوة بعد الفطار، فنفسي ابطل الحاجة دي بجد، بس بجد ببقى مصدعة جدا. المهم عملت كوباية قهوة، وهقسم المذاكرة بتاعتي على 3 جلسات، كل جلسة ساعة. تمام. اول جلسة كانت المفروض هاخد الاسلوب الاختصاصي، الدرس التاني في النحو، واحل عليه. فسمعت مستر عمر ياقوت زي برضو اللي سمعناه في بداية الفلوج في اليوم اللي هو امبارح يعني. بصراحة حبيته قوي فسمعته، والحمد لله خلصت المحاضرة. وكمان كتبت الدرس بخطي عشان مش بعرف اذاكره غير لما اكون كاتباه. اخر حاجة بقى حليت عليه. وبصراحة الحل يا جماعة بنلاقي حاجات كتير قوي فاهمين بتبقى فيها افكار جديدة، فلازم نحل عشان نتدرب. والترم الاول ما كنتش بحل قوي، فبحاول اعوض الموضوع ده في الترم التاني واحل شوية الى حد ما. المهم بقى حليت الاسئلة بتاعة الدرس من كتاب الامتحان. هو ده بصراحة احسن كتاب بستخدمه في اللغة العربية. وكده تكون الجلسة الأولى خلصت من المذاكرة. زي ما قلنا كل جلسة بتكون ساعة، والموضوع ده بقى على حسب، لو انتوا عايزين تخلوا الجلسة ساعتين ساعة ونص على حسب ما انتوا عايزين. ما بين كل جلسة باخد ربع ساعة بريك. المهم قعدت امنتج فيديو ريل على التيك توك. بقيت بهتم بالمحتوى قوي هناك. هسيب لكم لينك التيك توك في الديسكريبشن بوكس عشان مش بنزل الحاجات اللي بنزلها هناك هنا، فاهمين. المهم بعدين غسلت بقى حمام الزيت، وحطيت سيرم خفيف، مش هحط زيت خفيف حتى علشان شعرنا نسيبه يتنفس، بعدين بكرة عادي بقى ممكن احط. الجلسة التانية من المذاكرة كانت عبارة عن مذاكرة انجليش. انا بسمع مستر سامح الامير بينزل كل حاجة فور فري على يوتيوب، ممكن تشوفوا التشانل وكمان تسمعوا الحاجات اللي فيها. انا كنت لسه النهارده هبدا انجليش، ايوه بادئه متاخر، بس هحاول كل يوم اخد جزء من المتراكم عليا. المهم خلصت الفوكاب بتاعه بارت 1 يونت 7، وخلصت السكيلز وكتبتها. وطبعا كل ده من المحاضره كانت ساعه، نصها حل والنص التاني شرح. الشرح في الاول طبعا وبعد كده الحل. فالحمد لله سمعتها. ما سمعتش الجزء بتاع الحل كله بصراحه، يعني سمعت حته صغيره منه عشان كنت فصلت، فحفظت الكلمات وكتبت الحاجات وراه، الحاجات الإضافية. وبس كده هو بيشتغل من كتاب العمالقة. وكده تكون الجلسة التانية خلصت من المذاكرة. الجلسة التالتة بقى بعدها طبعا أخدت بريك بصراحة ما بين التانية والتالتة، يعني ما يعدي النص ساعة، علشان كنت بعمل كذا حاجة بصراحة خارج المذاكرة يعني. اخر بقى جلسة قلت هرجع على الجزء بتاع التهجين. انا بسمع قناة هشرحها لك، بس القناة دي مستر احمد النجار اعتقد. لقيتها في وشي ولقيت المحاضرة اقل. انا كنت سامعة محاضرة الشرح اوريدي من هشرحها لك، فانا بس عايزة اراجع على جزء التهجين واحل عليه عشان بكرة عندي امتحان في الدرس. المهم كانت المحاضرة 47 دقيقة، سرعتها على 2 بصراحة وسمعتها. بعدين قعدت احل شوية عشان الامتحان. وبس كده كانت الجلسة التالتة والاخيرة خلصت. وبس كده يكون اليومين خلصوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.